حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زرار الجرس علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي الجديده. وكمان يا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو. حبايبي واصحابي على فيسبوك ما ننساش نعمل لايك للفيديو، متابعه للصفحه وشير للفيديو. والناس اللي محتاجه قراءات خاصه تتواصل معايا على رسائل الواتساب اللي عندكم على الفيديو. تمام. طيب النهارده هنعمل مع بعض قراءه للمتخاصمين المتباعدين اللي في ما بينهم مشاكل، اللي في ما بينهم زعل. هنشوف هل لسه بيفكر فيك، هل عنده خطوات ولا لأ، هل نسي كل حاجة، ابتدى حياته من غيرك، ولا لسه في أمل في العلاقة وعنده خطوات وعنده حاجة يعملها لك وعايز يرجع. فهنشوف مع بعض. طيب، أول حاجة شايفة ان الشخص ده يعني عايز يقولك كده ان انا آه، مش عايز اعيش وانا بعيد عنك، او مش عايزة ابعد عنك، ولكن البعد اللي ما بيني وبينك دوت هو الحل المناسب او هو الافضل ليا وليك دلوقتي. تمام. شايفة ان هو عايز يكون معاك، عايز يقرب منك، مش عايز يبعد. شايفة ان هو في حاجة بيلوم نفسه عليها، بيأنب نفسه عليها، حاجة بيندم ان هو عملها. بيلوم نفسه على يعني ان هو يعني عمل الحاجة دي. آم، لكن في نفس الوقت انا شايفة ان العلاقة دي مش منتهية، ولكن زي ما قلت لك هو في حاجة زعلان منها انت عملتها له، وفي نفس الوقت في حاجة هو ندمان عليها هو عملها لك. فاكيد انتوا الاتنين هنشوف برضو مع بعض دلوقتي الدنيا فيها ايه. انتوا الاتنين عملتوا لبعض حاجات ضايقت هو، يعني انت ضايقته وهو ضايقك. تمام. طيب، شايفة ان الشخص ده يعني يمكن جايب اخره، حاسس بالضياع، حاسس ان هو مش لاقي نفسه، حاسس ان هو خسر العلاقة. شايفة ان هو آه، بيحاول ان هو يقتحم حياتك او بيحاول ان هو يدخل في حياتك مرة تانية. زي ما قلت لك في الاول، مش عايز يبعد، مش عايز يستسلم، مش عايز يعني ينهي العلاقة، مش عايز اللي ما بينك وما بينه كده ينتهي فجأة. ولكن زي ما قلت لك هو برضو في حاجة هو زعلان منها منك انت عملتها له. تمام. ولكن انا شايفة ان في بداية جديدة معاه. رغم ان هو عمل لك برضو حاجة كبيرة ضايقتك، يعني انتوا الاتنين ضايقتوا بعض. تمام. كل واحد فيكم عمل حاجة كبيرة ضايقت الشخص التاني او اذت الشخص التاني او جه على الشخص التاني. تمام. برضو في هنا حاجة ان الشخص ده مطمن لك طول الوقت، الشخص ده ضامنك طول الوقت، عارف ان هو ان انت شريه، ان انت استحالة ان انت تتخلص منه او ان انت تنهي العلاقة. عارف ان انت مش هتبيعه حتى لو هو جرحك، حتى لو هو اذاك، حتى لو هو وجعك. عارف انت ممكن تاخد موقف، ممكن تزعل، لكن ما ينفعش ان انت تبعد عنه او مش هتقدر ان انت تبعد عنه. تمام. الشخص ده شايف ان انت ممكن تيجي على نفسك طول الوقت او وتسامحه وتغفله. آه، لكن مش هتقدر تبعد زي ما قلت لك. فعشان كده برضو ممكن يكون هو اتحول عليك، او يمكن يكون بيجي عليك لان هو ضامن وجودك، او لان هو عارف ان مهما حصل انت لا يمكن تتخلى عنه، لا يمكن تتخلى عن مشاعرك ليه. تمام. آه كمان انا شايفه ان هو شايف في الوقت الحالي ان هو لو بعد عنك ولو دراعك ووجعك وجه عليك هيرجع يلاقيك مستنيه، هيرجع يلاقيك فاتح قلبك تاني. وده طول الوقت اللي بيخليه يغلط وبيخليه يعمل الغلط من غير ما يسأل نفسه هل ده هيوجعك ولا لا، لان هو عارف ان انت استحالة تتخلى عنه، او انت استحالة ان انت تبعد عنه في يوم من الايام. طيب الشخص دوت كان في يوم من الايام كل حاجة بالنسبة لك. كان في وقت من الاوقات كل حاجة ليك في حياتك. قربت منه واديت له صلاحيات كبيرة جدا في حياتك، واديت له يعني مميزات كتيرة جدا. آه، ولكن انت دلوقتي اتغيرت، ما بقيتش قادر تسامح، بقيت عايز توقفه عند حده. يعني هو ضامن ان انت هتسامحه، لكن انت لا، انت اتغيرت، انت ما بقيتش انت. هو مخدوع فيك،
هو فاكر ان انت بتاع زمان. لا، انت اتغيرت. انت ما بقتش دلوقتي عندك قدرة ان انت تسامح ولا تغفر. انت عايز توقف عنده حد وعايز تاخد حقك منه. تمام. لان كمان شايفة ان الشخص ده شوية عمل خطوات غير مسؤولة، وزي ما قلت لك شايفة ان هو بيلوم نفسه عليها. لانه هو ممكن يكون اختار حاجة غلط وفي حد ساعده، حد قواه على الحاجة الغلط دي ان هو يمشي فيها. شايفة في ناس حواليه اتلعبت بدماغه، اشتغلته يعني بمعنى اصح، وضحكت عليه وخليته ان هو يعمل حاجة غلط او حاجة مش كويسة، بوظت العلاقة او بوظت الدنيا ما بينك وما بينه. تمام. عايز اقولك على حاجة. الشخص ده انت لو فكرت في يوم من الايام ان انت تبعد عنه او ان انت تسيبه، او ان انت تديله ظهرك يعني وتبعد، شايفة ان الشخص ده مش هيديلك الفرصة دي، لان الشخص ده مش من الاشخاص اللي ممكن يسيبك ان انت تمشي وتسيب العلاقة. هيدور على اي حاجة، هيدور على اي ثغرة تخليك ترجع تاني للعلاقة دي او تقربه منك تاني. تمام. الشخص ده شخص قيادي جدا، بيحب السيطرة. كان عايز يسيطر عليك وعايز يسيطر على حياتك، مش عايزك تشوف غيره، مش عايزك تفكر الا فيه، مش عايزك تحس بحد غيره. يعني ممكن كمان لدرجة ان هو ممكن ما كانش بيسيب لك وقت ان انت حتى تقعد مع نفسك. الشخص ده مش سهل في التعامل معاك، يعني الشخص ده شخص صعب جدا وطريقته واسلوبه صعبين جدا. طيب عايزة اشوف مشاعره، يعني مشاعره ليك، لسه بيفكر فيك، هل انت مهم بالنسبة له ولا خلاص الموضوع انتهى؟ طيب انا شايفة ان الشخص ده بيفكر ان هو ياخد خطوة ناحيتك، بيفكر ان هو ياخد خطوة ناحية العلاقة. عايز يحصل استشفاء ما بينك وما بينه في العلاقة. الشخص ده عنيد، الشخص ده مش شايف غير نفسه. وبيعرف ازاي يزهقك في العلاقة. ولكن عايز ياخد خطوات ليك. تمام. عنده برضو مخاوف، الشخص ده خايف وقلقان طول الوقت. على قد ما هو عايز العلاقة دي تستشفي، لكن عايز انت وهو اللي تستشفوا. لكن هو خايف ان انت تستشفي لوحدك، خايف يعني تدخل في علاقة تانية او ترتبط بحد تاني. فعايز يقرب منك، عايز يحتويك، عايز يسيطر عليك. للأسف الشخص ده أناني، يعني مش عايزة غير اللي انت تفكر فيه، ومش عايزة غير اللي انت تفكر في العلاقة، يبقى هو شغلك الشاغل والعلاقة شغلك الشاغل. تمام. في نفس الوقت هو شخص ذكي جدا، عارف ان انت مش هتصدقه تاني بعد الموقف اللي عمله معاك. ممكن يكون شايف ان انت ابتديت تبص لحياتك، فدي حاجة مجنناه، حاجة مخوفاه، حاجة قلقاه، عايزك طول الوقت تفضل قدامه، قدام عينه. ما ينفعش ان انت تبص لنفسك او تشوف حياتك او يعني تديله ظهرك وتمشي. لا طبعا، عمره ما هيديلك الفرصة دي. طيب عايزة اقولك على حاجة برضو. الشخص ده المشكلة طول ما انت قريب منه هيحسسك ان عنده اهتمامات تانية غيرك، هيحسسك ان انت مالكش لازمة في حياته. تمام. لانه للاسف اول ما بيضمن وجودك بيبعد، ودي المشكله اللي ما بينك وما بينه. زي ما قلت لك في الاول، هو ضامن وجودك، فعشان كده هو بيقرب بمزاجه وبيبعد بمزاجه. تمام. ولكن برضو انت كويس ان انت اتغيرت معاه. فتغييرك معاه دوت، وان انت عايز تقف قدامه، عايز تاخد حقك منه، ده محسسه ان خلاص اللي هو بيعمله ده خلاص ما بقاش ليه لازمه، وان هو مش قادر ان هو يحقق هدفه معاك. تمام. شايفة انه طول الوقت الشخص ده بيتظاهر بالقوة، عايز يبين لك ان هو حياته ماشية عادي، ان هو ما عندوش مشكلة، مش عايز حد ان هو يشوفه ضعيف. شايفة ان الشخص ده خلي بالك مش هيبطل ان هو يعمل محاولات علشان يسترجعك او علشان يرجعك تاني للعلاقة. عايزك تثق فيه مرة تانية. لان للاسف زي ما قلت لك انت فقدت الثقة فيه، فهو عايزك تثق فيه مرة تانية. شايفة ان هو ممكن هيفاجئك برسالة، هيفاجئك بمكالمة. ممكن تحس ان هو يعني بيجس نبضك، ممكن يدخل حد ما بينك وما بينه. شايفة ان هو عايز يدي فرصة للعلاقة، مش عايز ان العلاقة تنتهي. لان هو عارف ومتأكد وحاسس ان انت حاجة ملكه، حاجة بتاعته، وما ينفعش تروح لحد تاني، او ما ينفعش ان انت تخرج من حياته، ما ينفعش ان انت تبطل تفكير فيه. تمام.
فعايزه اقول لك على حاجه، انت عشان ترجع للعلاقه دي وانت مطمن لازم تختبره. ما ينفعش رجوع وخلاص، لا، لازم تطلب منه طلبات، او لو كان في وعود هو وعدها لك لازم يوفي بوعوده دي ناحيتك. مش بس رجوع وبس، لا طبعا ما ينفعش. تمام. انت الشخص المفضل بالنسبه له، وهو شخص يعني بيحبك وعنده مشاعر ليك، ولكن هو يمكن حب الامتلاك عنده اكبر من حبه يعني كشخص ليك، يعني هو حاسس ان انت حاجة ملكه. تمام. فلازم تعمل زي ما بقولك علشان تضمن ان هو ما يخونش ثقتك تاني، او ان هو ما يوجعكش تاني، او ان هو ما يبعدش تاني، او ما يكررش التصرفات الطفولية اللي هو بيعملها دي. تمام. طيب حبايبي، دي كانت قراءتنا النهارده، اتمنى رب انها تكون عجبتكم. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير وكومنت حلو. باي باي.